مرة أخرى وأخيرا معلش لازم أتوقف على استخدامات الفيسبوك. أنت بتستخدم الفيسبوك ليه؟ نشوف الجدول بقى. أول حاجة 83% للتواصل مع الأصدقاء، شكرا، والأقارب. 83% بيتواصلوا مع الأصدقاء في عالم افتراضي على صفحات على النت، مش حتى مكالمات تليفونية، مش بأنهم يقابلوهم، مش يقعدوا معاهم. بقى التواصل بقى انت تقعد في اي بيت، في عشاء، اي غدا دلوقتي، وهتلاقي كل العيله كلها ماسكه الموبايل قاعده تعمل كده، لا اما فتح صفحته، لا اما فتح تويتر، لا اما بيبعت رساله، لا اما بيلعب. فتلاقي الناس كلها 10 قاعدين، التلفزيون شغال وعنده شبكه عليه، وكل واحد ماسك، وهم قاعدين مع بعض ما بيكلموش بعض. بيتواصل بس ده معناه الناس على علاقات قوية، في تواصل فعلا اجتماعي، بس عن بعد. مش عايز اشوفك، مقصر في الكلام، عدواني في الكلام وخشن، ذاتي، استطيع ان انا انهي الكلام في اي وقت. دي شروطي للتواصل. ده مش تواصل اجتماعي على فكره، ده تواصل اجتماعي مشروط بانك تبعد عن وش اللي خلفوني، وان انا انهي هذا التواصل في اي لحظه، وانه من بعيد لبعيد، وانه مقتضب، وانه مشفر لو عايز. طيب، تاني حاجه بقى في استخدامات الانترنت الفيسبوك، للحصول على اخبار او معلومات. احنا شايفين الجدول يا جماعه، او نصائح عن موضوعات مختلفه. 77% يعني بيدخلوا الفيسبوك عشان يعرفوا الاخبار. اخبار ايه اللي تعرفها في الفيسبوك؟ اخبار ايه؟ انا بقى انشر في الفيسبوك الاخبار اللي ده في 77% داخلين عشان يعرفوا اخبار من صفحات الفيسبوك. حط بقى اي زباله، اي قمامه، حطها على الصفحات وتبقى اخبار. والخبر اللي بيقول لك انا قريت على الصفحه، اصل انا شفت في الصفحه، يا سلام، بقى دي مصادر الاخبار. حلو، تات والاناه. ارمي كميه الكذب والتزوير والتزييف اللي انت كل يوم تقعد تنفيه، كله مرمي على صفحات الفيسبوك. 77% اقدر ازرع اي كذبه وانشرها واذاعها، وتقرا كل المواقع، وتفتح التلفزيونات، وتقرا الجرايد، كلها نفي 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 لحاجات منشوره. اخبار في الفيسبوك في الفيسبوك في الفيسبوك في الفيسبوك. على فكره احنا بنستعبط لما المشاهد دي تبقى باينه قدامك كده، والحقائق دي باينه قدامك، وما تتصرفش على اساسها، تبقى عبيط لا تستعبط. ليه بقى؟ لانه كمان حاجه مذهله في الانشطه التي يقوم بها مستخدمو الفيسبوك. خد بالك احنا بنتكلم على ايه؟ على 56% منهم صبيه، لا مش 56، 75% منهم اطفال، صبيه، مراهقين، شباب. اول حاجه في الانشطه اللي بيعملها 57% الاعجاب بمنشورات الاخرين. ده داخل عشان يعمل لايك، ده داخل عشان يشير، وبعدين المحادثه، الشات يعني، وبعدين مشاركه منشورات الاخرين، بيشير اهو، وبعدين التعليق على منشورات الاخرين 41%، وبعدين الاعجاب بصفحات جديده 40%. في يا جماعه في ايه؟ يعني هو داخل لا يبدي رأيه، ده هو داخل حكم، داخل يحكم على منشورات الآخرين ويشير اللي عاجبه. إذا هو كمان الإخواني فاهم كويس قوي إن الولاد داخلين عشان يشيروا. فأنت إيه؟ شير حاجة في 50 حتة، فتلاقي ببساطة بقت 5000 بعدها، لأنه دي اللي انتشرت. أصل الولاد تصوروا إنه ده، ما هو داخل عشان إيه؟ داخل عشان يعمل لايك ويشوف الاخرين بيقولوا ايه، ويحكم على الاخرين، فيعمل له يعلق عليه او يقول له لايك ويشيره. فانت اعمل ايه؟ اعمل انت كاخوان، غذيه في كل ده. هناك حاله من حالات الاحتراف المذهل اللي عامله الاخوان مع وسائل التواصل الاجتماعي، وفاهمين الاحصاءات دي كويس جدا، وشغالين على اساسها، وبينجحوا فيها نجاح مبهر، وبيسطوا فيها على عقول عيالنا، وبيمسحوا فيها عقول شبابنا، وبيسوقوهم كالقطيع
لاي حاجه هم عايزينها بدون اي عقل ولا تعقل. ارمي بس، والولاد دول هو عارف، الولاد عارف هرموناتهم وعارف دماغهم وعارف لايكاتهم وعارف رغبتهم في انهم يكتبوا على الصفحه انا نزلت فين وعملت ايه، وعارف رغبتهم عدوانيين وعايزين يطلعوا عدوان، فاشتم فاجذب كل الشتايم واخليهم يشتموا واجرأهم على الشتيمه واعمل لهم الفاظ بذيئه ضد السيسي او ضد فلان او ضد علان عشان اشجعهم على البذاءه، لان الولاد عدوانيين وعندهم عدوان المراهقه، فلازم واكسر هيبه الناس دي قدامهم، وشوه اي حد ممكن يأثر فيهم، وشوه اي حد ممكن كانوا بيحبوه. اقدر اعمل كل ده. مفيش حاجه اسمها نظريه مؤامره ولا استهبال، دي خطه وناجحه نجاح مبهر. انت كدوله بقى، انت كمجتمع، انتوا كصحفيين واعلاميين، انتوا كسياسيين واحزاب بتتساقوا بالطريقه دي، روحوا اثروا فيهم، مش تقعوا تحت طغيانهم، لانه الحقيقه كده بتاذيهم. اللي بيحب الاجيال دي من سن من الرضع لغايه 19 سنه او لغايه 24 سنه، اللي بيحبهم فعلا وخايف عليهم يقول لهم الحقيقه، مش ينافقهم ولا يمشي وراهم على الفاضيه وعلى المليانه، مش يمتدح جنانهم او عدم نضجهم او عدم ثقافتهم، مش انه يعقلهم ويثقفهم فعلا ويديهم الحقيقه وهم بعد كده يختاروا ويحكموا ويشوفوا. عايز توصل لهم كن تامر حسني، عايز تغيرهم استخدم ادوات تامر حسني، انما لا تكن تامر حسني.